السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وخبر جديد. ريشارلسيون يربط نفسه بالانتقال إلى ريال مدريد. ربط البرازيلي ريشارلسيون مهاجم توتنهام وتسبير نفسه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، وسبق أن زعمت تقارير بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرينجي طلب التعاقد مع لاعبه السابق الذي عمل معه في صفوف إيفرتون الإنجليزي. وقال ريشارلسيون في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الأسبانية: جميع اللاعبين يريدون ارتداء قميص ريال مدريد، إنه أكبر نادي في العالم، لكن لدي فريق وعقد. وأضاف: لقد قدمت موسما سيئا بسبب الإصابات، علي أن أثبت لهم، يقصد ريال مدريد، ميزة شراءهم لي، إنه حلم لأي لاعب. وتابع: أتحدث مع أنشيلوتي كثيرا، إنها صداقة أبدية. فاز المدرب المخضرم بكل شيء في أوروبا إذا جاء لتدريب البرازيل. أنا متأكد من أنه سيساعدنا كثيرا وسنقاتل من أجل كل الألقاب. واختتم: لقد ساعدني أنشيلوتي كثيرا، أصبحت ظاهرة بين يديه، لقد كان يأخذني إلى المنزل بعد كل مباراة، شعرت بأنني ابنه. وبكده يكون انتهى الخبر. أتمنى أن يعجبكم، ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.